هل لو أنا بطّلت الحاجة الغلط اللي طعمها لذيذ، ده معناها نهاية المتعة؟ أسألكوا سؤال تاني، هو يعني إيه حلال وحرام؟ إحنا اتولدنا بإن إحنا بنjudge كلنا على بعض، وكل واحد بيبُص على التاني بنظرة. إنه الناموس كان عونًا. إيه رأيك بقى يا مستر ماريو لو تقرا لنا الفنجان ده؟ ازيك يا مستر ماريو. يا هلا. أنا ومارلي كنا عمّالين مرّة بنتكلم يعني في موضوع، فحسينا إن إحنا محتاجين حد يكون بيفكّر معانا شوية، عشان حسينا إن في أفكار معقدة أوي موجودة إيه يعني. رأيك بقى يا مستر ماريو لو تقرا لنا الفنجان ده؟ إيه الدخلة دي؟ أقرا الفنجان؟ إمم. هو أنا عاجبني الفنجان عامةً جميل ده جدًا. بيتشرب فيه قهوة؟ لأ، يعني أنا أنا أعرف حاسة إنه بيتشرب. أوكي، ده فنجان مين؟ تيتة، عشان هي طبعًا بتحب تقرا لنا الفنجان. وهي سابتِك كده تنزلي بالفنجان عادي؟ طب أنتِ إيه؟ سارقاه منها والّا لأ إيه؟ ثانية، إحنا نوقّف بقى الحلقة اشرحي لي أنتِ أقنعتيها إزاي إنها تدّيكِ الفنجان؟ علشان أنا غالية جدًا عليها. أيوه، فاستغنِت عنه إزاي؟ طب أنت دلوقتي هتقراه يعني والّا لأ؟ لأ مش هاقراه، طب ما أنت إيه باعرفش أقرا رأيك، هل الفنجان. هل قراية الفنجان حلال وحرام بما إن جدتنا كلنا أسألكوا سؤال تاني، هو يعني إيه حلال وحرام؟ طب أنت ليه بترد على السؤال بسؤال؟ بس يعني ما لناش مانع. عشان إحنا ما عندناش حاجة اسمها حلال وحرام. إمم. ما فيش حاجة في الكتاب المقدس خالص، ما فيش الexpression ده مش موجود في الكتاب المقدس، طيب ولا حلال ولا حرام. ما فيش rules؟ في rules بس ما فيش حلال وحرام، يعني ما فيش الكلمة دي. طب هل حاسس إن قراية الفنجان دي جاية شوية من حتّة العادات والتقاليد وحتّة الculture والenvironment يعني؟ كتير إحنا تلات أرباع الحاجات اللي بناخدها يعني كلمة حلال وحرام اللي إحنا دايمًا بنقولها هي culture، لكن إحنا فعليًا ما عندناش الحلال والحرام بالمفهوم ده. ليه؟ لأنه حرام وحلال المعنى بتاعهم في المُعجم لو دَوّرتوا عليه مختلف تمامًا عن المعاني اللي عندنا في الكتاب المقدس. طب إيه المعنى المعجم؟ المعنى اللي يهمني المعنى اللي عندي في الكتاب المقدس، سيبِك من حلال وحرام. ماشي. إمم. بس أنا عندي مثلًا حاجة زي دَنِس عكس مُقدّس، إمم. أوكي. وبالتالي الحاجات اللي أنا باعملها بتحدد بمنتهى البساطة لو أنا خرجت برّه المسار بتاع القُدسية دي، بقت حاجة دَنِسة، فده بسهولة هيقدر يدّيني معيار أنا باعمل حاجة صح والّا باعمل حاجة غلط. بس لأ، بس إحنا دي بطريقة معقدة يعني. بس إحنا دايمًا إحنا بنقول كده، بس إحنا لسه في دماغنا بنقول ده حلال أو ده حرام. أوكي، ما بس هو أنا ده منطقي عشان إحنا متأثّرين بالمكان اللي إحنا قاعدين فيه، بالثقافة اللي إحنا قاعدين فيها. أنا حاسة بقى إن هي يعني ماشية معايا في حياتي شوية في حتّة إنه أنا في كل مكان باروح، كل مكان عنده حاجة معيّنة. يعني مثلًا لو هاشبّهها إن أنا مثلًا في عين معيّنة كل شوية بتبُص عليّا. مثلًا لو رُحت مكان معيّن في الجامعة مثلًا، الناس شايفاني لورين مثلًا بطريقة معيّنة، في الكنيسة لورين بطريقة معيّنة، في الشغل لورين بطريقة معيّنة. عِند تقصدي بيها إن حد بيراقب، والّا آه. تقصدي بيها إنه نظرة المجتمع، والّا تقصدي إيه بكلمة عين؟ حاسة العين ممكن أقول لك باللي أنا قصدي فيهم، إنه في نظرة المجتمع، في كل مجتمع ليه نظرة معيّنة أو فكر معيّن بيحدد بقى بيها. مش هاقول حلال وحرام، بس بيحدد بيها الإنسان ده مثلًا كويس والّا لأ. في ناحية أوكي. بقى العين دي ممكن تبقى المُراقب. فأنا مثلًا قريت قبل كده إن المُراقب ده مثلًا ليه 3 أنواع، ممكن يكون الخارجي أو الداخلي أو حاجة أنا باتخيّلها يعني. فأنا حاسة إنه أكتر حاجة ممكن تكون بتسيطر عليّا أو أكتر 2 اللي برّه، اللي بيخلّيني باقعد أسأل نفسي كتير إنه لورين هو أنتِ دلوقتي صح؟ طب هل أنتِ فعلًا زي ما هُم بيقولوا؟ طب ليه في المجتمع ده محتاجة أعمل كذا، في المجتمع التاني محتاجة أعمل كذا؟ فباحس إن أنا مضغوطة أوي في حتّة إنه طب هو إيه الصح، طب إيه الغلط، طب المفروض أمشي إزاي، كده يعني. وهي أصلًا ليه بتبقى محتاجة تتأثّر باللي حواليها؟ هو ده السؤال بالضبط، أنا ساكت وعمّال باسمعها، ولسه هاسألها السؤال ده، ليه أنا محتاج إن يكون الدافع بتاعي حاجة بتحصل من برايا؟ يعني أنا باستمد قيمتي منين؟ هل أنا باستمد قيمتي من حاجة بتخرج من برايا، والّا أنا باستمد القيمة أيوه، رضا بتاعتي من الناس إيه مهم بالضبط؟ جدًا يا مستر ماريو. أيوه. آه، It's true حاجة واحدة. ماشي، آه. يعني ماشي رضا الناس فيما يخُص الحاجات اللي تخُص الناس وأنا باعمل حاجة معيّنة للناس، أوكي. لكن أنا باتكلّم على قيمتي أنا باستردّها منين؟ وده على فكرة يتعلّق بكلمة إن أنا يعني رفضت الحلال والحرام لمّا أنتم بتقولوا لي حلال وحرام. إمم. ليه؟ لإنه لو تاخدوا بالكم من سفر التكوين، في أول حتّة خالص لمّا ربنا جه يخلق كده، هو كل حاجة كان بيخرّجها يعني مثلًا الطيور كانت بتخرج من السما
الارض كان بيخرج منها الزرع والعشب وكل الكلام ده، والبحر خرج منه السمك. كل حاجه هو كان بيكلمها كان بيخرج منها حاجه. فمثلا الارض كان بيكلمها خرجي الزرع، جه عند الانسان وخرجه منين؟ منه. من نفسه. هو كلم نفسه، قال احنا هنخلق الانسان على صورتنا كشبهنا. فانا فعليا منه، وعشان كده انا مقدس، وعشان كده انا ما عنديش فكره الحلال والحرام. انا عندي ان اي حاجه بتخرج بره الاطار بتاع القدسيه دي بتخرجني بره الاطار بتاع ربنا، وبالتالي بتبقى مش محبذ ان انا اعملها. وهتلاقي ان في طول الكتاب المقدس مش هيحدد قوي حاجات. عشان كده احنا بنبقى دايما محتارين، ويمكن احنا دلوقتي بنعمل حلقه عشان الحلال والحرام، عشان احنا محتارين جدا هو الحاجات دي حلال ولا حرام. لان احنا ما عندناش الاطار بتاع 100% الحاجه دي حرام 100% الحاجه دي حلال. دي ما حقيقة. عنديش ده. بس انا حاسه ان لا، في حاجات تتقال عليها الوصايا ال10 مثلا. الوصايا حاسه ان في حاجات اوريدي محطوطه دايركت انه لا. بصي، في القداس بنقول انه الناموس كان عونا. اوكي، يعني لما اتحط الناموس اتحط عشان انا لو انا مش لاقي جايد يبقى ليا جايد. لو انا مش عارف الطريق يبقى شكله ازاي، فيبقى انا عندي البوصله اللي توريني الدنيا فيها ايه، او الاشارات اللي ممكن تقول لي بص انت ماشي كده صح، لا انت المفروض تاخد يمين شويه. بس هي ما زالت بوصله. عشان كده ده اللي حصل بالظبط بالظبط مع نيقوديموس. يعني لو احنا خدنا نفس الفكره بتاعت انه الخلق، يعني احنا مقدسين، فنيقوديموس راح للمسيح، كانت المشكله بتاعته في ايه؟ ان انت جيت منين؟ اه. فربنا رد عليه. او احنا دايما بنريفير ده للمعموديه، بس هي مش بس للمعموديه. هو ربنا رد عليه رد مباشر، قال له انت اي حاجه هتتقالك اسقطها على السماء. فلو انت بره الاطار بتاع السماء مش هعرف اكلمك في الارضيات اللي انت عايزها. بس انا حاسه الموضوع مش سهل كده. ايوه، ما انا هو مش حاسه سهل، ما هو مش انه سهل. احنا بنتكلم في حاجه يا اما بتوديني شمال يا اما بتوديني يمين. طب خلاص خليك معايا في البساطه بتاعتي يلا. كانسانه بتفكر في بصي، المصاعب. اديني بساطه اديكي بساطه. يعني انا حاسه انه انا اتولدت، او مش عايزه اقولك قوي، بس يعني احنا اتولدنا بان احنا بنجادج كلنا على بعض، وكل واحد بيبص على التاني بنظره. فاتخلق في دماغنا انه لا، كلام الناس بيفرق. يعني حتى مثلا في المجتمع هنا عادي البنت لا ما تنزليش مثلا كذا عشان الناس طب ما هو ده اللي بيحصل. ما هو يعني ده اللي انا محطوطه فيه، فاوريدي هتعامل مع ده. انا محطوط في حاجه، وان انا مجبر ان انا اتعامل مع حاجه تانية. انا كده يعني مجبره. انا مش مجبر ان انا اتعامل معاه، بس انا مجبر ان انا اتكيف ازاي ادخل ده جوه. يعني في حته كنت دايما بقف عندها كتير جدا جدا، لما بولس الرسول كان بيقول انه حتى لو اكل اللحمه اللي هي حاجه عاديه جدا جدا بتسبب عثره لحد تاني، انا مش هاكل لحمه. طب ليه؟ يعني ما يتفلق. انا حاسه ان ده يعني ما يتفلق. حاسه ان ده تفكير الناس اوريدي دلوقتي. ده تفكير الناس شرب طول السجاير الوقت، ده مثلا. طول الوقت. سيبك من استمراري من اللحمة، السجاير طيب. كل حاجه. ايه اللي يفرق الثمره في الشجره بتاعت معرفه الخير والشر عن بقيه الثمار؟ ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. هو شجره في وسط الشجر. يعني احنا دلوقتي عارفين انها شجره معرفه الخير والشر، لكن هي كانت شجره في وسط الشجر. هي ما فيش اي حاجه بتقول انها هتتفرق يمين او شمال او يعني ما فيش اي حاجه بتقول انها مثلا بهيه جدا كلهم كانوا زي بعض. لا، لو هتخيلها انا حاسه ان هي مثلا كانت مميزه فالممنوع مرغوب ده ما اتقالش في اي حاجه، وما فيش اي مصدر بيقول الكلام ده. حتى الكتاب المقدس بيقول ان هم كلهم كانوا نفس الحاجه. كلهم. كل الشجر. فاشمعنى احنا بطول البشريه دايما هيبقى عندنا الحته بتاعت المراقب دي، او البوش بتاعت المجتمع، انه اعمل كذا، خلي نظرتك كذا، خليك زينا. ومنها الحته، يمكن مره كنا بنتكلم على الموضه، انه هي استنباط. انا النضاره دي كل الناس بتلبسها. ليه كل الناس بتلبسها؟ انا مش المفروض ان انا ابقى زي كل الناس. انا مش المفروض ان احنا تبقى 1 2 3 ال5 دول شبه بعض. هو اصلا ربنا خلينا عشان نبقى مختلفين. احنا بقينا بنبقى شبه بعض. انا مش بقول ان الموضه وحشه، بس اللي انا بفكر بالطريقه دي. ماشي. انت قلت ان المجتمع بيبوش اس وان الموضة وكل ده، احنا برضو لسه مش مقتنعين. ايوه تمام، احنا مقتنعين، بس الاكشن بتاعنا لسه هيبقى متأثر. حسب الهدف. بمعنى يعني انا عايز اوصل لايه؟ في حاجه كنت بتفرج عليها من فتره كده، كان بيسأل سؤال صعب قوي: ماذا تقدس؟ مم. يعني انت عايز توصل لايه؟ ايه الحاجه
إيه الهدف، والهدف هو اللي بيحدد لي أنا هامشي في أنهي طريق، ومن الطريق نبتدي بقى عايز تقول ناموس، عايزة تقولي إشارة مرور، يعني أيًا كان اللي أنتِ المسمى اللي أنتِ هتسميه يعني، إمم. هو ده اللي هيحدد لي أنا ماشي إزاي. طب وهل الهدف بتاعنا كلنا بيبقى زي بعض؟ لأ أكيد. هو إيه أصلًا الهدف الأسمى في الموضوع؟ الهدف الأسمى من كل حاجة إن أنا أرجع للطبيعة بتاعتي. إمم. بس إحنا لو هنتكلم على هنا، أنا حاسة إن أنا الهدف الأسمى بتاعي إن أنا أبقى عايشة في سلام، ما أدخلش في مشاكل، أبقى ده في العموم، لكن إحنا بنتكلم على الهدف فيما يخص اللي إحنا قُلنا عليه حلال وحرام، اللي هو السلوجن ده. أيوه، إن أنا أبقى عايشة في سلام، ما حدش بيتكلم عليَّ، بيقول هارجع لك نفس الpoint إن أنا ده محطوطة في عشان المجتمع ده بالطريقة عشان دي. إحنا عايزين نتخلّص من فكرة المراقب ده أو العين اللي علينا دي. طب المراقب الداخلي ده المراقب معناها الخارجي حلو، أتصرّف معاه إزاي ده بقى؟ معناها إن أنا لازم الأول أعرف إن أنا قيمتي مش من الحاجات اللي أنا باعملها، مش من تصرفاتي، إمم. قيمتي موجودة فيّا من غير ما أعمل حاجة. كلام صعب شوية. كإنسانية. عايزين ندخل أكتر. يعني هاقول لِك حاجة، آدم عمل إيه عشان ربنا يقول حسنٌ جدًا؟ ما عملش أي حاجة، هو بس بقى موجود. بس ده مش بيحصل دلوقتي آه. باستمرار. هو مش بيحصل، هو إحنا مش شايفينه. إمم. يعني أنا قيمتي موجودة فيّا، أنا مش محتاج إن أنا أعمل حاجة عشان أثبت إن أنا كويس لحد أُمّال ولا لنفسي، أنا باعمل الحاجة عشان أنا عايز أعمل الحاجة للحاجة. بمعنى يعني إيه عايزة أعمل حاجة للحاجة؟ يعني مثلًا أنا باشتغل، إمم. حلو؟ فأنا باشتغل الهدف من الشغل في العموم إن أنا لو أنا بابُص بقى بنظرة سامية ومثالية أمجّد ربنا في المكان اللي أنا فيه. إمم. لو أنا هابُص بالطريقة البشرية العادية الترابية وهنخلّيها يعني ممكن ألعبها بطريقة نيقوديموس، يعني لو هابُص بطريقة نيقوديموس أوكي. إن أنا باشتغل عشان أكسب فلوس إمم. وعشان الدنيا تبقى لذيذة معايا وكل حاجة تبقى تمام. في حد تاني هيميل بقى للجزء بتاع لورين ده. بس أنا حاسة إن أنا ممكن أنا أعمل الاتنين، يعني أنا برضه عايشة في إن أنا ما في باحاول أعمل الاتنين. ماشي، بس أنتِ مش هتقدري إن أنتِ تقولي إن أنا هارضي المراقب ده، لأن المراقب ده مش واحد. إمم. المراقب ده فيه متغيّر. مليون ألف واحد، وكل ما عارفة القصة بتاعة الحمار بتاع جحا لمّا مش عارف شاله مرّة هو راح ومرّة، أتكلم يعني؟ فكل واحد هيقعد يتكلم زي ما هو عايز، ما مرّة هاشيله هيقول لي لأ أنت ليه شايله، مرّة هاركبه هيقول لي أنت ليه راكبه، مرّة هو آه. يركبني، حاجات مش منطقية. طب أنا مش هاقعد أتابع كل واحد شايف فيّا إيه، لكن أنا شايف في نفسي إيه، أنا قيمتي إيه، وأنا عايز أوصل لإيه. هو ده الحاجة اللي بتحدد لي أنا هاحدد لنفسي قِيَم، والقِيَم دي أنا هامشي عليها، لأن أنا مقتنع بيها. يعني أنت قصدك في إنه أنا قيمتي كإنسانة مش في الحاجات اللي أنا باعملها، أنا قيمتي بس في الحاجة اللي هو ربنا خالقني كإنسانة بس. حاسة دلوقتي أنا افتكرت المرة نزيفة الدم إن هي قعدت 12 سنة الناس شايفاها نكسة أو ما ينفعش ألمسها ولأ وبتاع، بس at some point هي كانت عارفة إنه دي حاجة مش بإيديها وأكيد كانت بتتأثر دي 12 سنة. فأنا حاسة أنا ومكانها أو أنا دلوقتي مثلا بقالي 20 سنة مثلا حاسة إن كلام الناس بيأثر عليا. بس المسيح فعلًا راح قال لها اللي هو you are my daughter أو أنتِ بنتي يعني، حاسة إن أنت بكلامك اللي بتقوله دلوقتي هو فعلًا أنا قيمتي في إن أنا بس مش عايزة أقول بنته، بس أنا قيمتي في إنسانيتي ومش عايزة أكون متدينة أوي يعني، بس في بنته برضه. بس ده برضه صعب، يعني أنا حاسة still هو هيبقى الموضوع صعب. فكرة إن أنتِ تشيلي يعني تخيّلوا كده إن الواحد بيشيل من عليه فكرة إنه أنا عندي كذا، وعندي كذا، وعندي كذا، وباعمل كذا، وبافكّر في كذا، وفي مليون ألف حاجة فوق دماغي وفوق كتفي، الحاجات دي كلّها لمّا تتشال واكتشف إنه على فكرة أنا مميز جدًا وعندي قيمة من غير كل الحاجات دي، من غير الليستة دي. أنا حاطط الليستة دي عشان أنا ملتزم بده لناس تانية أنا باحبهم، أنا حاطط الليستة دي عشان أنا باحب ربنا، فأنا عايز أوصل لربنا، فباجتهد جدًا، جدًا في الطريق ده، وعارف إن هو طريق صعب، وعارف إن هو وده يختلف جدًا، جدًا، جدًا عن إن أنا يعني أخلّي الموضوع مقصور على حلال وحرام، لأنه بمجرد إن أنا لخّصت الحكاية في إنه حلال وحرام، أنا عملت حاجة سيئة جدًا. أنا بقيت عندي check list، أيوه. وبمجرد إن أنا باعلى في الcheck list دي، أنا باعلى في إحساسي بإن أنا عظيم جدًا، فابتدي إن أنا أبُص على الناس اللي حواليّا إمم. وابتدي في الإدانة، ابتدي في إنه بُص هو ما بيعملش، أنا باعمل، ودي إحنا شُفناها في الفريسي بس يعني وبنشوفها كتير، بنشوفها كتير أيوه. إنه إحنا بنقول عشان أنتم بتعملوا حاجة غلط. إمم. طَب أنت عرفت منين أنا جوايا إيه؟
بتحكم ازاي على ده؟ الحكم ده بيتعمل ازاي؟ فبمنتهى البساطة انا ما عنديش ده. والجميل في ان انا ما عنديش الكلمتين دول وعندي بدلهم ان انا لازم اكون مقدس، انه اي حاجة هتدور حوالين ده هتبقى اطار سهل جدا ان انا اقدر احكم عليه. اي حاجة هتبعد عن القداسة هتخليني اوتوماتيك في حاجة مشوشة عليا. فتقدري تحكمي اي حاجة. يعني انت ما عندكيش حاجة في الكتاب المقدس بتقول ان السجاير حرام، إمم. بس هل السجاير بتقدسني؟ لا. بس خلاص. خلاص انت بقى تقدري يعني انت قصدك تحطي اي حاجه في الاطار ده هتلاقيها ماشيه. قصدك اي حاجه. يعني انت قصدك ان في اكن اي حاجه، انا بس حبيتك قصدك ان مش رول قد ما هي في حاجه بس بترشدني في ان الحاجه دي مثلا مقدسه. انا بقى يعني ربنا مديني حريه ان انا افكر واختار الحاجات دي مثلا مقدسه، الحاجات دي مش هتضر غيري. يعني مثلا الايه بتاعت تحب قريبك كنفسك، حاسه ان دي هتريليت لانه لو انا بحب نفسي وبحب قريبي وشايفه ان دي حاجه ممكن تكون بتضره مش هعملها. فمثلا السجاير معروفه ان هي بتضر، فقصدك هكذا يعني. هي ايه اكتر وصيتين او ايه الوصيتين الاهم في كل الوصايا؟ حب الرب إلهك آه. من كل قلبك وقريبك وقريبك كنفسك. كنفسك. هم دول. ده كده زي ما احنا قلنا، ده المرشد، ده الجايد لاين اللي انا بمشي عليه. قال ازاي؟ لأ. ما ده اعتقدش. مخك. ده اللي ربنا خلقه. ده هو ربنا خالق انه انا بفكر. ربنا خلقني مميز بتفكيري. ربنا خلقني بان انا بعرف افكر، وهو مديني جايد لاين. طب إحنا لو نزلنا على أرض الواقع واكتشفنا إن إحنا يعني أي حد مننا ممكن يبقى في الموقف ده، إن أنا نسيت الفكرة المهمة دي أو الحقيقة المهمة دي، وحسيت إن أنا باعمل حاجة عشان بس أحقق ذاتي مثلًا، باحسها في ايه المشكله؟ حكاية أرجع إزاي بقى؟ ايه المشكله؟ لا، هو مش ارجع ازاي. اهم. هو الاول انا لازم اتقبل انه ده طبيعي، لان هي دي اللي بتخلينا قاعدين طول الوقت في الحاجه الوحشه الغلط اللي احنا بنعملها، إمم. وحاسين انه المشكله ان انا مش بتقبل نفسي وانا وحش. انا دايما عايز ان انا اكون حلو وجميل، ودي مش طبيعتي كانسان. مش طبيعتي دلوقتي، مش طبيعتي بعد ما سقطت. انا عندي مشكله ان انا بعيد عن ربنا القدوس. فانا طول الوقت عندي طبيعتي بتخليني اغلط، فلازم اتقبل ان ده طبيعي. وبعد ده مش معناها ان انا اتقبل ان انا افضل قاعد، ايوه بس دي اكيد. خطوه ان انا اعرف اقوم، ان انا اتقبل ان انا في حته غلط. بس الموضوع مش بالصورة دي. يعني أنا حاسة إنه بيجينا أفكار كتير وقتها في إنه لأ أنتِ وحشة، أنتِ كذا. مش عايزة أقول شيطان قد ما وهو ده هي الحرب. فعلًا صوت. أيوه، حرب كتير أو thinking كتير أوي، يعني في حتة إنه لأ لورين أنتِ لسه مش عارفة وحشة، مش عارفة تعملي كذا، أنتِ كذا، كذا. فالموضوع برضه مش سهل يا مستر لا، مايك. ما هو مش سهل. مش سهل. عشان كده احنا بنقعد كتير جدا 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 نفكر، هو احنا هنقدر نخرج من الحاجة الفلانية؟ هو احنا في متاهات؟ مش بس خطية، ده في بقى العلاقات، وفي الأفكار، وفي مليون ألف حاجة. احنا لو قعدنا نرصهم احنا بندخل في دايرة ونقعد نعيدها هي ونقول لا احنا عمرنا ما هنعمل ده. وفي حاجات احنا كنا بنقول على نفسنا في وقت من الأوقات احنا عمرنا ما هنقع في الحاجات ديت، ولقينا نفسنا عادي جدا بنقع وبنقع على بوزنا. على بالظبط كده. دي حقيقة. فاللي هو مفيش رول بتقول، بس انا وانس ان انا ابتديت ان انا اتقبل فكره انه انا بني ادم بقع. أنا بس بعد سوري في قطع كلامك، إمم. بس انا البدايه بتاعتي في التقبل ده. أيوه. يعني الابن الضال كانت بدايته في انه هو تقبل ده، تقبل ان هو واقع، بس ما تقبلش الموقف بتاعه. يعني كان عنده الدنيا واضحه جدا. انا عندي مشكله ان انا قاعد باكل من الخرنوب، بس انا متقبل ان انا اللي وصلت نفسي للحاجه دي. بس دلوقتي مش ده الستep بقى، احنا خلاص وصلت لمرحله التقبل دي، يلا بقى انا هقوم واعمل حاجه. فدي البدايه. لكن لو انا دايما بنجلكت ان انا اصلا واصل للمرحله دي، انا مش هوصل لحاجه بعدها. طب في حتة الابن الضال دي، هل ده معناه إن أنا محتاجة أفرّق ما بين قيمتي الحالية وما بين اللي أنا باقع فيه؟ يعني في فرق ما بين قيمتي كلورين وبين الحاجة الغلط اللي أنا وقعت فيها، فباحاول أفصل ما بين الاتنين دول، صح؟
ماشي تمام. أنا بقى افتكرت أوي بحوار إن أنا باتقبّل إن أنا غلط دي، وأقوم حاجة ممكن تبقى بسيطة أوي واتقالت في حوار بيني وبين صاحبتي، بس حسيت اللي هو واو! حاجة كبيرة. كنا مرّة بنتكلم وهي كانت بتقول لي على ناس يعني اللي هم أي حاجة بيبقوا عايزينها بيعملوها، بجد هم عايشين في قمة الانحطاط، يعني حتى قالتها كده. فدخلنا في debate سوا، وبعد كده باقول لها على هي الوصية اللي هي تحب قريبك كنفسك دي، كان أول مرّة أدخل فيها مع حد من صحابي يعني. فبعد كده لقيتها بتقول لي: "واو! ده أنا اللي طلعت منحطة في أفكاري." عملت لي كده. فاللي هو حسيت دي كانت يعني قمة يعني كنت فخورة بيها أوي إن هي قدرت تتقبل إن هي لأ، أنا اللي كان فكري غلط عن وجهة النظر دي، يعني أنا مش صح أصلًا إن أنا أحكم على غيري. كان وإن في حوار دار قبل كده في يعني في مكان ما بين 2، وكان في حد بيسأل التاني بيقول له طب أنا إزاي أحكم على الحد ده إن هو حد كويس أو لأ؟ دي فراح أكتر بص له بمنتهى راح قال له أنت ليه تحكم أصلًا؟ يعني أنت مين اللي بتحكم يعني إيه الفكرة اللي جالك في دماغك عشان تعمل ده؟ حاسة دي ممكن تبقى بشعور بعدم أمان، يعني إن هو أنا عايز دايمًا أتطمن إن أنا مش لوحدي أو إن أو إن أنا فيّا قيمة ب معيّنة صح. أنا مفتقدها، فبادوّر فيها على اللي قدّامي، أو أنا خايف إن هو هنقول بقى الكلام اللي الناس بتقوله، أنا خايف إن هو يضرني، أنا خايف إن هو يعمل كذا. ما هو أنت كل اللي أنت خايف منه، أنت بتفكّر في نَفْسك، إمم. أنت مش بتفكّر في اللي طب وفيها إيه قدّامك، لمّا أفكّر في نَفْسي؟ مش بتدّي حاجة للي قدّامك، مش بتعلّي نَفْسك يعني دايمًا لمّا بتفكّري في أنتِ إزاي هتعملي للي قدّامك حاجة، أنتِ بتعلّي نَفْسِك، بعكس التفكير بتاعنا الطبيعي. التفكير بتاعنا في إنه الحاجة دي هتضرني، فأنا مستني منه إن هو يحبني، مستني منه إن هو اللي يعمل، فأنا مستني آخُد، أنا مش باعمل حاجة، أنا مش باكبر، أنا فعليًا أناني، بس آه. الكلام بتاعها بيبان إن هو عكس كده، الكلام بيبان إن أنا عايز أفيده، بس هو فعليًا أنا عايزه يحبني، أكن أنا يعني المُضحّي، برضه باصص على بس أنا نَفْسي. مش مُضحّي ولا حاجة، أنا مُضحّي بإن أنا أعمل له بقى حاجة عشان هو يحبني. إمم. بس أنا حاسة إن في ناس ممكن تاخد ده for granted إنه لأ خلاص هي بتعمل فهي تيجي على نفسها عادي. بس مش مشكلتي. طب بس أنا مش باعمل ده عشان هُم أيوه. يبقوا يعملوا حاجة أو لأ، لأ أنا باعمل قصدي ده عشان أنا. أنا فاهمة، بس at some point أنا هاكون مستنزفة، هاكون تعبانة في إنه باعمل ده. ترجع تاني لإنه طبيعي جدًا، جدًا. هو طبعًا أنا مش عايز أقول الكلام المثالي بتاع إحنا مش هينفع نبقى مستنزفين ما دام إحنا قريبين من ربنا، ده كلام مثالي جدًا، جدًا. مش بيحصل. بس أنا مستنزف، يبقى أنا ادّيت أكتر من الطاقة اللي عندي دي، ومحتاج إن أنا أpause أشوف أنا إيه الحاجة اللي بتخلّيني أبقى drained كده، أبقى ناشف أوي كده. في حاجة أكيد بتستهلك منّي وبتاخد منّي ومش المفروض إنها تاخد منّي ده. فلازم أراجع الحاجة دي. طب ممكن نرجع للحاجات اللي إحنا دايمًا بنتحشر فيها في الحلال والحرام؟ آه، أنا آسفة إن أنا هاقول حلال وحرام، بس أيوًا. قولي، قولي. يعني أنا مثلًا حاسِسِك بتفكّريني جدًا بالقدماء المصريين، الصورة اللي أنا جايبها الأيلاينر أصلًا يعني. لازم نتكلّم عليها، مش هينفع الpodcast يخلص من غير ما عشان الأيلاينر. أيوه، آه. أوكي، مش الeyeliner عايز بتاعكم أنتم تكلمنا الاتنين عن القدماء المصريين بعد كده أقول القدماء لك. المصريين. إمم. بُص، هو الواحد يعني ما أعرفش هتبقى باينة أوي في الكاميرا والّا لأ، بس دي المحاكمة بتاعة الناس لمّا كانوا بيموتوا و وكان بيقوم بيها اللي أنتم شايفينهم دول اللي هو الاتنين كلاب. اللي على الشمال هم براس كلب هم فعلًا براس كلب، هم اسمهم أو ده اسمه أنوبيس، ده إمم. معروف جدًا في المحاكمة بتاعة الموتى، وده مهمته إن هو بياخد القلب بتاع البني آدم، أوكي. بيحطه على الميزان، ميزان. وبيحط قدامه ريشة، بس هي مش أي ريشة، أوكي. هاقول لكم حوار الريشة ده هو ده أصلًا سبب إن أنا جِبت الصورة دي، وفي الناحية التانية ده تُحُط اللي هو على اليمين خالص، تُحُط ده بيكتب الأعمال اللي هو عملها، إمم. عندهم 42 إله ب42 عمل كويس المفروض إن أنت تعمله، إمم. فهو بيعلّم أنت عملت إيه وما عملتش إيه، لو نسيت إله واحد دي مصيبة كبيرة، لو نسيت عمل واو! واحد فأنت المفروض بتُقف بقى تُقِر بالأعمال اللي أنت عملتها، أوكي. تحت بقى خالص ده مكوّن من قد إيه؟ راس تمساح وجسم أنا أسد. كنت فاكر كده، طلع إن أمال إيه؟ لأ، هو متقسّم 3 حاجات، آه. راس تمساح، إمم. والجسم الشعر. الفوقاني جسم أسد، تحت كلب. دب. تحت ده اللي هو زي سيد قشطة كده، خلاص أو هو يعني هو الحيوان ده أوكي، اللي هو فرس النهر يعني. المهم، فده اسمه عمعموت اللي تحت ده، عمعموت ده عمود. أو في ترجمات أخرى عم موت. عم وليه موت. عم موت؟ عشان ده بمجرد إن القلب
الطبه بتاعته تنزل او يطب يعني هياكلوا ولا ايه؟ هيرمي. هو ياكل القلب على طول. يا نهار اسود. وبكده الانسان ده مش هيروح للفردوس في المعتقد بتاع الفراعنه يعني. اوكي، فكانوا هم نفس الفكره، حاطين 42 بند كده، لا تنفذهم على طول تبقى تمام، ما تنفذهمش على بره عادل. الريشه دي اسمها ريشه ماعت. اوكي، دي الالهه دي او الريشه دي ليها حاجه احنا بنقولها في الثقافه المصريه بس هي مش معروفه قوي، يقول لك انت على راسك ريشه. اه. هي جايه من الفكره دي، اه لان هو كل في ال 42 لو شفتوا بقى في لوح تانية بتبين ال 42 اله، كل واحد فيهم عليه الريشه بتاعت ماعد ده او الالهه ماعد دي. مم. فالريشه دي هي كانت ريشه نعامه بتتحط كده هوت عشان تقول القلب ده خفيف ولا لا. فانا اللي كان شددني في الموضوع انه قد ايه انا او ايه الحاجه اللي جابت في فكرهم انه ممكن يبقى في قلب اخف من ريشه او ريشه اخف من قلب. انا عندي سؤال اشمعنى بس، ريشه اصلا؟ هو قصدك بالقلب خفيف انه قلب كويس ولا القلب نقي التقيل هو يعني. كويس؟ لا، هم كانوا بيقيسوها فعليا يعني، هو كان التصور طبعا ان هم كانوا ان المحكمه دي بتتعمل بجد، مم. ان القلب بيتحط بجد وفي ريشه بتتحط قدامه. ايوه، ايه اللي هيكسب وايه اللي هيخسر؟ هو في المنطقي نو واي ان القلب ما القلب هيبقى بتتكلم في اتقل. ايه اصلا؟ ده اكيد يعني، بس هم بيتكلموا ان الاعمال الخيره بتخلي القلب خفيف. هو بيتكلم في حته روحانيه، حته تانية خالص. بس انا حاسه بقى ان ده يعني طالما الفراعنه كانوا بيفكروا كده، احنا ستيل بنفكر كده ايوه، كمصريين. ما احنا حاسه في احنا هنرجع الجينات تاني لحته ان احنا في عادات وتقاليد، لما احنا اصلا واخدين الجمله بتاعت على راسك ريشه دي من الفراعنه. ماشي. احنا ده ما يرجعنا خرجناش بره للعادات والتقاليد. ايوه. ما خرجناش بره الثقافه. بس اللي انا بتكلم فيه انه في كل الثقافات تقريبا، ويمكن احنا مختلفين عن كل الثقافات دي، ان هم عندهم 1 زائد 1 بيساوي 2 في الجزء بتاع الحلال والحرام ده. مم. فلو انت عملت ال 42 دول انت كده تمام، انا حاسه هتروح ربنا للفردوس. ابسط من كده بكتير. هو ده اللي انا كنت بحاول اقوله. مم. ان الحكايه هي ابسط من كده، بس هي مش سهله. ايوه، ما هي انا عمال اقول بسيطه لك كده من اول الحلقه. بس مش سهله. مش سهله ليه؟ لانه انا طبيعي جدا 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 انه كل ما ببعد عن ربنا كل ما الحكايه بتبقى يعني بتشتت جدا. كل ما بيبقى فيه انا مش هقول مغريات لان ده اللي بيتقال في العموم، لكن بيبقى عندي الحاجات اللي انا بشوفها طبيعيه جدا. طبيعي جدا ان انا من وجهه نظري اخرج اسهر سهره حلوه. مم. في حد كان لسه بيتكلم من فتره صغيره خالص، ابونا انا بحبه قوي. كان بيتكلم ان جات له واحده بتقول له هو عارفها يعني من الكنيسه عنده، بتقول له انا كسبت ملكه جمال استراليا. اه. اوكي، فهو مبروك ومش عارف، وبنته وبيشجعها ومش عارف ايه، مبروك تمام، ما فيهاش اي حاجه خلاص. راحت كسبت في المسابقه. فقالت له انا دلوقتي معروض عليا ان انا اروح امريكا، بس انا مش مستريحه. فقال لها مش مستريحه ليه؟ يعني مسابقه وخلاص، انت يعني كسبتي في ده يعني تقدري تكسبي. وهو كل تفكيره في انه عايز يشجعها انها تحقق الحاجه اللي هي اتبسطت بيها، بس هي فكرت في انه ده مش مناسب ليها. فقالت له الحاجات اللي هم هيعملوها في امريكا او المتطلبات اللي انا هعملها عشان اطلع للمراتب الاولى، انا مش حاسه ان انا قابله ده. فده حلال ولا حرام؟ قصدك ان في ستاندرز يعني معينه بنتحط فيها في بوكس ان احنا محتاجين نعملها؟ اللي انا بتكلم فيه انه في مليون الف حد ممكن يتحط مكانها، مم. وكلهم ممكن يوافقوا وكلهم ممكن يرفضوا. هي ليه اختارت انها ترفض؟ بتفكر. مش مناسب ليها. مش مش مناسب. مناسب اللي هي عايزه تعيشه. بس كده. هي دي الفكره، مع انه اي حد حواليها ممكن يقول ان ده حرام، مفيهاش حاجه. اه. ممكن يقول ان ده حلال، بالظبط. وممكن حد في مكانها يقول لها ده حرام عليكي ان انت تضيعي فرصه زي كده. حرام عليكي دي بقى بتسأل كتير، فانا بحاسه ان هما برضو بيزنقونا في حته انه فاهم، عارف لما كان بيترمي في النص فبتقعد تحس بتأنيب ضمير وبتاع. ده مش هيبطل جدا يعني. لسه يعني امبارح كنت في مكان وسمعت حاجه اتقالت لحد، الناس مش هتبطل تتكلم. وانت قاعده سواء كان هنا في مصر او بره مصر، انت قاعده في ثقافات مختلفه. كل حاجه بتجيلك من بره، كل حاجه معنى كلمه كل حاجه. فمش كل حاجه انا هقدر ان انا اخدها واقول بص انا ازاي دي تاثر عليا كده.
طبيعي ان انا هلاقي نفسي بتاثر بحاجات، بس انا الى اي مدى بتاثر بيها، انا الى اي مدى ماسك في القيمه بتاعتي الرئيسيه الاصليه. ده اللي بيخلي او ده اللي بيحكم ان انا مش بتهز بسهوله، وده اللي بيحكم ان انا عندي ستاندرز. يعني ممكن ابويا ما كانش شايف اللي هي شايفاه، بس هي اللي اختارت، هي قالت لا انا مش هعمل ده. وعلى فكره هو بقيه القصه ان هي فعلا رفضت انها أيوه. تروح، والناس كلها استغربت جدا. ابونا بس هو اللي كان عارف هي ليه رفضت. بس انا محدد، انا القيمه بتاعتي اكبر من ده بكتير. انا مش مستنيه مسابقه اكسبها من ناس تقف تسقف لي. انا مش مستني انه حد اعمل حاجه فيقول الله ده بص ده بيصلي وبيصوم وبيعمل ومش عارف. بينزل زيت. انا ده مش معناها ان الحاجات دي غلط، بالعكس ربنا حط الحاجات دي جايد ليا، وبتساعدني كتير جدا ان انا اقرب منه. وده يعني حتى تاريخ الكنيسه بيقول كده. بس في فرق ما بين ان انا بعمل ده بهدف ان انا اعمل ده عشان اخد كريدت، عشان اعلم في التشيك ليست ان انا بعمل ده، وان انا بعمل ده وانا فاهم انا بعمل ده ليه. تفرق كتير. طب بما انك قلت ان ربنا حاطط لنا جايد لحاجات معينه عشان نعرف نمشي، آه وانا بفكر في مره يعني ولقيتها حته سيكولوجيه شويه في انه مثلا السجاير عارفين ان هي بتضر، الاباحيه عارفين ان هي بتضر في الدماغ في حاجات معينه. حتى في مره حد قال يعني ان القتل يعني لو حد قتل حد بيخلي الشخص اللي قتل ده بيفكر في انه غالبا عنده القدره او هو اكبر او عنده سلطه اكتر. فهل ده معناه انه ربنا حاطط ده عشان فعلا هي بتضرنا كبشر، آه يعني في فكرنا في صحتنا في الحاجات دي، حاطط ولا ايه تقصدي بانه؟ guidelines جايد؟ أو ايوه. rules. ايوه، ايوه. هو اما لسه كنت بقول لكم، هو في القداس احنا بنقولها صراحه: وضعت لي الناموس عونا. والتكمله بتاعتها بقى كأب وكراع وكل الكلام ده، في ان هو سعى في ان هو يرجع الضالين وغير العارفين، كل الحوار ده. أنا حاسة جوه الكلام ده رجعني حاجة حد قالها، مش هقولك مين طبعا، بس ان هو ان احنا دايما بنبقى في أوضة مم. وفيها نور، اه، وانا اللي بختار يا اما اخرج. ده حقيقي. مين اللي قالها؟ ما مش عارف. بس هو فعلا هو ده اسهل تشبيه على علاقتي بربنا. مم. انا ربنا ده هو النور الحقيقي اللي موجود جوه الاوضه، وانا بختار بكامل ارادتي ان انا اخرج بره الاضاءه دي. فالمنطقي ان انا لو عايز اخرج اخده معايا. اوكي، لو انا ما خدتوش معايا يبقى في حاجة ما غلط. استغربش لما الاقي الدنيا ضلمه. يعني انا طبيعي اخترت الحاجه دي وحطيت فيها قيمه. يعني ممكن الحاجه دي ما يبقاش ليها قيمه. يعني المسابقه اللي البنت دي رفضت انها تروحها، انا عم قعدت اتخيل كم الحاجات اللي كانت هتبقى مبهجه جدا بالنسبه لحد زيها. صح. ميك اب ارتست بقى، كاميرات بتصور في كل حته، فيش مجلات ومش عارف ايه، وبتنزل على النت، وميس يونيفرس ومش حاجات. مين اللي ما يتمناش ان هو يبقى عليه كل الاضواء دي؟ بس في الاخر انا اللي اديت القيمه للحاجه دي، وانا اللي شلتها منها. هي حست ان الحاجه دي ملهاش قيمه ورمتها بمنتهى البساطه اللي في الدنيا. طيب وده مثلا. صعب. ايوه جدا. اكيد. بس حلو. طيب مثلا البيرسينج والتاتو والحاجات دي، يعني شايفه انها حاجه عاديه، مش هتضر ومش هتفيد قوي، بس في كل مجتمع بحس برضو ان هم بقى ليهم اراء. ما فانا عشان مثلا يحبذني. كلورين، وانت بتقول دلوقتي ان انا بفكر في الحاجه دي، انا حاسه ان هي عاديه يعني، حاجه يعني بعيدا عن رايي الشخصي، بس انا من بعيد هبقى حاسه بكدب انه عليكي لو قلت لك ان في حاجه انا اعرفها بتقول او غيري يعرفها يقول انه ده 100% غلط او 100% صح. بس هرجع تاني لنفس الحاجه. لو انا الجسم بتاعي اتقال ان هو هيكل ربنا، فانا هعمل حاجه انا شايف على المدى الطويل او على المدى القريب ان الحاجه دي ممكن تبوظ في جسم ربنا، او في الهيكل اللي ربنا قدسه، انا القيمه بتاعتها هتبقى وقعت عندي. لو انا شايف انه لا، ده حاجه تانية والدنيا هتبقى لذيذه ومش عارف، طب لو بريسلت دي انا اقدر للولاد؟ احكم عليها ازاي؟ انا ما اه. اعرفش. انا بقول لك بمنتهى الصراحه، انا ما اقدرش ان انا احكم عليها. ليه؟ لانه انا وانا بكلم ربنا في حاجه زي كده، انا شايف ان انا بحط صليب كبير قوي، وفي يعني الناس اللي في الصعيد يحطوا العذراء هاري جرجس.
وفي ناس تانية فأنا باشوفهم بيعاملوا نفسهم كتاكسي، بيحطوا حاجات جُمل ومش عارف أيوه. يعني وبرضه أنا مش قصدي إن أنا أتريق، بس قصدي إنه في مليون ألف فكر في الحاجة، بس أنا باسقطها على القِيَم اللي أنا حطيتها لنفسي والstandards اللي أنا مش هاخرج براها، ودي هي اللي بتحدد لي أعمل ده والّا ما أعملش ده. وكل ما باقرّب من ربنا أكتر، كل ما بادخل الأوضة دي أكتر، وده صعب جدًا، جدًا. أنا لمّا عرفت إن أنا يعني مضطر إن أنا أطلع معاكم في الحلقة دي، قعدت خلاص طب ما أفكّر. حبنا شوية طيب. لأ، لأ، أنا المشكلة في الحلقة مش المشكلة فيكم. كنت إنه أنا قعدت أفكّر هو مين اللي ممكن يقعد ويتكلّم عن الحلال والحرام؟ مين اللي ممكن يحدد الحمد بُصّوا يا جماعة ده حلال، مين اللي ممكن يقعد في حلقة ويقول يا جماعة ده حلال وده حرام؟ الكتاب المقدس نجيبه بقى نقعد نفكر حلو معاه. أوي. ما هو ده بقى، عشان كده كل ما هادخل الأوضة أكتر مع ربنا، كل ما أنا هاشوف النور ده يتطلّب منّي إيه. النور ده ما هو أنا من الأصل ده. عشان كده الحوار مع نيقوديموس كان مقفول جدًا. كل ما يقول لربنا حاجة، يقول له بُص هتجيبها لي يمين، هتجيبها لي شمال، لازم ترجع لأصلك. أيوه أرجع لأصلي، هاتولد تاني من أول وجديد، يا عمي لازم ترجع لأصلك، ما هو أنت لازم ترجع لربنا. أيوه أرجع لربنا، أنا عارف الناموس كله، ما هو مش بالناموس، مش دي مشكلتي، إمم. مش بالحلال والحرام، مش بالcheck list، مش بإن أنت مُعلِّم إسرائيل، مش هي دي الفكرة. فزي ما قُلت لكم، هو الناس بتسقطها أكتر على المعمودية، بس هي الفكرة إنه أنا أصلًا القيمة بتاعتي من إن أنا من ربنا نفسه. أي حاجة برّه الإطار ده هتبقى أكيد حرام. إزاي أعملها؟ دي standards أنا بعلاقتي بربنا اللي باقدر أحددها. طب what if لو أنا اتحطيت في struggles وبدل ما أرجع لربنا أو أرجع للنور، اضطريت إن أنا أمشي أو مش اضطريت بإرادتي رُحت لطريق أسهل مثلًا. يعني باحس إن يعني لمّا بنتكلم مع أي حد هيقول لك مثلًا لو السجاير. دي ممكن نستغلها إعلان للحلقة بتاعة مخيّر ومسيّر. يعني ما علينا. ممكن نكمّل بس عادي جدًا. بجد يعني أي حد لو اتحط في مشكلة أو في وقت صعب، إمم. مش بيبقى مش سهل إن هو لو ما لوش أصل أو يعني ما لوش أصلًا رحلة مشيها إن هو يرجع عن ال إن هو يختار حاجة اللي أنا غلط. باحكّيه هو ده ما هو ده اللي خلّاني أقول إنه it's okay إن إحنا نتكلّم عن الحلال والحرام، وإن أنت تيجي وتقعد وتتكلّم عن الحلال والحرام. إمم. إنه مش معنى إن أنا قاعد باتكلّم على ده، إن أنا إن أنا مقفّل مش اللعبة. بعد ما هاسيب المايك بثانية مش هابقى عارف إن أنا ممكن أقع في أي مصيبة. صح. في فرق ما بين إن إحنا عارفين إنه دي حاجة غلط، وإن إحنا ساعات بنعملها، وفي فرق ما بين إن أنا مُصِر إن أنا أسيب الطريق ده وأركّز على الحاجة بتاعتي. هل أنا بقى ده اللي أنا بقى هاعكس الدنيا، معلش هاقلب عليكم الترابيزة سِنّة كده. تبقى أنت الhost يعني؟ سؤال واحد بس، أوكي. ليه أنا مركّز في إنه ده حلال والّا حرام؟ أنا باحس إنه أصلًا إن أنا أقعد أركّز وأهلِك تفكيري في إنه دي حاجة حلال والّا حرام، طَب ما تسيب الحاجة دي. يعني الكاس ده هو اللي هيجيب لك مش عارف إيه، خلاص السيجارة دي هي اللي هتجيب لك. هي الفكرة في إن أنا عايز أخلّيها حلال. بالضبط. لأ بس أنا حاسة في ناس تبقى عارفة إنه ممكن. ده غلط وما بتعرفش تسيبها، هو فدي أيوه. شوية إدمان. هو بيسأل عشان هو عايز يخلّيها حلال. هو بيسأل عشان هو عايز بأي طريقةٍ ما حد يدّي له أمل في إنه خلاص معلش فوّتها المرّة دي، بس هي مش هتفوت. الغلط غلط، وهيبقى ما أنت عارف إن هو غلط. أنت مش محتاج إن إحنا مش محتاجين نقعد نسأل هي دي هنعمل كذا إحنا عارفين وده حاجات بتبقى واضحة. حاجات بتبقى واضحة جدًا، 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 وتلاقي إنه إحنا بنسأل. يعني أنا فتحت اليوتيوب، أيوه كنت فعلًا. باحضّر الحلقة وكتبت حلال وحرام. اكتشفت إن إحنا بنسأل في حاجات محشورة هم جدًا. تقريبًا هم. إحنا ما فيش يعني ما بنغيّرش، السجاير، ما عندنا اللبس، الmakeup، الخمر. الpiercing، الخمرة، إيه التاتو. الجديد، إيه الجديد. عمليات التجميل. ولو فتحتِ بقى الفيديوهات، يعني مثلًا 5 فيديوهات ورا بعض، 5 آراء مختلفة في نفس الموضوع. إمم. إيه اللي أنا متوقعه، إيه اللي أنا مش عارفه وعايز أعرفه لمّا باسأل السؤال ده؟ إمم. هل أنا طب what about إن إحنا نسأل إيه طريق ربنا، بدل ما أسأل إيه الحلال والحرام؟ مثلًا. what about إن أنا عارف إن أنا واقع وإن أنا وِحِش وإن أنا باعمل حاجات كتيرة أوي حرام، لو هو ده المسمى. فأنا عايز أبُص بس على الحاجات الحلال دلوقتي،
عشان انا اوريدي بعمل الحاجات الحرام. ممكن أقول حاجة حاسة إنها محزنة شوية، بس حاسة لإن ممكن نكون إحنا مش مسهّلين طريق ربنا أو حاسين إن هو مش بسيط. مين مسهل، يعني مين اللي هي المفروض ان هو يسهل لي طريق ربنا؟ هو اصلا مين اللي بيعمل الحاجه اللي ما بيني وما بين ربنا؟ ربنا هو اللي بدأ، بس برضه إحنا اللي يعني حاسة إحنا اللي بنصعبها. عارفين الحته، انا بحب جدا يعني الجمل دي، بس هو وضعت لي كل الادويه مؤدية الحياة. ده في للحياه. القداس آه. ليه؟ وليه عشان الادويه؟ أنا محتاجها. هو الطبيب. عشان هو اوريدي عارف كويس جدا 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 ان انا هقع في ده. هو متقبل ده، بس بس هو أنا مش مش متقبل مقتنعة. انك تفضل قاعد. إمم. هو متقبل انك هتقع، زي فكره الابن الضال بالظبط. إمم. هو وهو واقف ومستني، هو عارف انك عايز ترجع، بس هارجع إمتى؟ فما فيش طريق حد مصعّبه لي، ده كل دي أفكار، كل دي حاجات إحنا بنتخيّلها، وبنتخيّلها في لحظات ضعف. صح. فهي الفكرة بس إن إحنا نتغلّب على حتّة الضعف، وده برضه مش سهل. أنا مش يعني هو مش زرار. أنا عارف إن إحنا وإحنا بنتكلّم كده الحكاية لذيذة وجميلة، هو مش زرار. هو ده أصلًا اللي إحنا بنقول عليه حياة الجهاد، عشان إحنا ما عندناش أي نوع من أنواع الجهاد غير إن أنا أجاهد في طريق ربنا. وحتى ده بنسميه الجهاد الإيجابي، إن أنا ما باقعدش أبُص على الخطية وأقول أنا هاسيب الخطية، أنا هابعد عن الخطية، لأ أنا باقرّب من ربنا، ولمّا باقرّب من ربنا بالقداسة بتاعة ربنا، هو بيخلّيني ما باركّزش مع الخطية. إمم. وده برضه صعب، وده برضه صعب ليه؟ لأنه الحياة اللي أنا عِشتها والعادات الكتيرة اللي أنا اتعوّدت عليها وكل حاجة سيطرت عليّا، ودلوقتي إحنا بنعمل كل الكلام ده عشان ناس هتتفرّج عليه على الموبايل وهُم قاعدين ومدمنين لده، وإحنا نَفْسنا مدمنين لده برضه. أنا 24 ساعة على الموبايل، يعني شغلي بس الموبايل. فده ويمكن الشيطان بيدخل لنا من الحتت دي، إنه لأ أصل أنت لمّا هتتفرّج على ده هيزوّد عندك الوعي مش عارف بتاع إيه كل الحبشتكنات، التغييرات بس بتاعة الصور بتاعة الحلال والحرام، إمم. بس هي هتفضل نفس الحاجات. عشان كده المختصر بتاع جملة حلال وحرام دي إنه مش الفكرة في الكلمة. القاموس لو تدوّروا على كلمة نجس أو تدوّروا على كلمة دنس، هو الكتاب المقدس اختار الكلمتين دول بدل حلال وحرام. ليه؟ عشان لو شِلنا حلال وحرام وحطينا دنس، عندها في المقابل على طول، ما إحنا حلال وحرام دول عكس بعض، إمم. يبقى دنس عكسها مقدس، وهُم دول الكلمتين اللي المفروض يبقوا عندنا طول الوقت. زي يليق ولا يليق المشهورة بالنسبة لنا أكتر بالضبط يعني. كده، بالضبط كده. طيب بما إن اتكلمنا كتير أوي، فممكن أقول لك اللي أنا مثلًا فهمته، ولو في حاجة غلط قُل لي مثلًا recap يعني. إنه 1+1 مش بيساوي 2 في حتة الحلال والحرام، زي مثلًا الفراعنة لمّا كانوا عاملين لو ما افتكرتش. بس إحنا ما لناش بالفراعنة، إحنا ده أيوه، مثال. أيوه، أيوه، إحنا مش مؤمنين أيوه، أيوه. أنت قُلت 42 صح؟ كانوا 42 قانون و42 أيوه. إله معاهم. ف1+1 مش بيساوي 2، فأنا مش ماشية بليستة. أيوه إمم. لورا أنتِ عملتِ دي فاترفعتِ، ما عملتيش دي هتنزلي تحت وبتاع. اهم. وكمان في حتة إنه حلال وحرام شوية مش بالطريقة اللي إحنا بنفكّر فيها، ممكن ندخل بطريقة أعمق في حتة إنه هو في مُقدّس وفي دَنِس، والقداسة بتيجي من قُربي إلى الله. ودي شوية إن مش عايزة أقول مخلوقين عشانها، بس أنا قريت قبل كده جملة اللي هو بتقول: "اجعلني أدوّر عليك، أنت خلقتني عشان أقرّب" حاجة كده يعني، مش فاكراها قديس بالضبط، بس أغسطينوس. ده عارفاها؟ قديس أيوه. بالضبط. أيوه. طب حد يقولها بالضبط عشان الناس إن تبقى إحنا عارفاها. مش هنلاقي راحتنا غير لمّا نرجع تاني لا. لربنا. نفس الفكرة تاني بتاعة نيقوديموس، نفس الفكرة تاني بتاعة إمم. سفر التكوين، إن إحنا خارجين من ربنا. فأنا كل ما بافكّر في كل ما هو ترابي، بابقى في التراب، وكل ما بافكّر في كل ما هو في السما، أنا باقرّب للقداسة تاني. هي نفس الحاجة، بس بأشكال فهي مختلفة. أيوه، فهو القداسة يعني مُقدّس أو دَنِس. وكمان حتّة إنه أنا اللي باحُط القيمة للحاجة، مش لازم أبقى ماشية بنظرة المجتمع أو العين اللي أنا دايمًا بابقى شايفاها ومتخيلاها، زي العين الزرقا دي اللي إحنا دايمًا بنقعد نقول نحطها في عين أي لأ، ده حد. ده في كتير أوي، في كتير أوي. إحنا في حاجات كتير إحنا بنؤمن بيها، وإحنا الثقافة بتاعتنا كمان عشان من واخدين من الفراعنة حاجات كتير جدًا، جدًا، إمم. جدًا، وكل الحضارات اللي عدّت علينا، فمتأثّرين جدًا بالحاجات دي. ف ف أنا بس محتاج إن أنا أسأل سؤال واحد في الحتّة دي، هل الحاجة دي أنا فكّرت فيها
وفكرت ربنا فين في الحاجه اللي انا بعملها دي. اهم. هتخدمني بس والّا لأ؟ انا مش بتكلم بقى على الحاجات الخطيه، انا مثلا العين اللي مش عارف ايه الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. هل انا فكرت ان ربنا متواجد في الحاجه دي بطريقه شكلها ازاي، وبناء عليها ينفع ان انا اعمل ده او ما اعملوش، او اؤمن بالحاجه دي ولا ما اؤمنش بيها، وايه المرجع بتاعي في حاجه زي كده؟ أيوه، فلما يعني هعمل ده اكتشف ان الحكايه ابسط من انا اللي مكبر الموضوع. هو الإنسان صعب عامةً، الإنسان صعب جدًا. الانسان ضعيف. أيوه. أنا افتكرت حاجة لمّا أنت قُلت إن إحنا طَب إحنا ليه ما بنسألش إيه هو طريق ربنا، أو يعني أكتر حاجة افتكرتها هي حاجة سمعتها كانت مضحكة جدًا بالنسبة لي أو اللي هو غريبة، بس الأنبا ميخائيل كان هو حد كان أكيد بالنسبة لناس كتير مركّز جدًا في طريق ربنا، كانت حاجة دقيقة جدًا عملها، إن في مرّة اترفع على الكنيسة مخالفة 3 جنيه. بس هي الكنيسة ما كانتش عاملة فعلًا المخالفة دي، ما كانتش عاملة الحاجة الغلط دي، بس من كتر أمانته إن هو مش عايز يتقال على الكنيسة إن هي خالفت، هو راح رفع قضية ب5 جنيه عشان القضية اللي ب3 جنيه، عشان بس ما يتقالش إن لأ في عدم أمانة أو كده. فحاسة اللي هو to what extent إن ممكن بدل ما أكون ماشية في الطريق ده، لأ في حاجات جبارة في الطريق ده. زي بولس الرسول لما حوار اللحم، لما كنا بنقوله في الاول، ان هو قال انا ممكن ما اكلش لحمه لو ده هيعسر حد من الناس. انت بتتكلم في ايه؟ بيتكلم في مستوى تاني خالص. احنا بقى مش بنتكلم في تاتو، بنتكلم في بالضبط، موضه. ليه أيوه. احنا بنتكلم محشورين؟ في انه انا ممكن ما اكلش اكله عشان غيري ممكن يتضايق من شكل الاكله بس كده، واكله عاديه يعني ما فيهاش حاجه. وقُلت حاجة تاني معلش باحاول أجمّع المعلومات بس. جمعي جمعي معاك. قُلت حاجة تاني إن أنا القيمة يعني أنا قُلتها من شوية، إن فأنا اللي بابُص على الحاجة دي. فمثلًا زي مرّة نزيفة الدم زي ما قُلناها من شوية، الناس كانت شايفة إن هي ما لهاش قيمة، بس لأ، أنا قيمتي فعلًا في أنا مش سبب مثلًا المعاناة وقتها هي، فأنا فعلًا قيمتي في نَفْسي كلورين، كمارلي، كماريو، كأي حد. فما امشيش شوية مع الstandards بتاعة الحياة في حتّة إنه اعملي كذا وكذا وكذا، بس يعني إحنا قُلنا إن هو صعب بس مش مستحيل، بس يعني فشكرًا يا مش مستر ماريو. مستحيل لانه انا طول الوقت معايا ربنا نفسه. إمم. ودي حاجة بيتهيأ لي أنا مميز بيها جدًا عن أي حد تاني في أي ثقافة تانية، في أي فكر تاني. أنا معايا ربنا طول الوقت، ومعايا ربنا في الحرام، فأكيد هيبقى معايا وأنا عايز الحلال. ربنا معايا في الحرام. ربنا معاك في يس، الحرام. يس، هو بيبقى واقف أكيد بيبقى موجود، هو ربنا مالئ الكل، فهو أكيد بيبقى موجود في الوقت اللي أنا باعمل فيه الحاجة غلط. ودي حاجة المفروض إنها تبقى يعني بتخلّيني أركّز جدًا، وتأنِّبني جدًا إن هو واقف مستنّيني، إن هو مش واقف زي الأب في القصة الرمزية، إن هو إمم. واقف من بعيد. لأ، هو واقف في عِز الحاجة دي ومش قابلها. هو هو مستنّي إنه بس أنا أقول له أنا عايز أطلع من ده. منتشلني بقى. فساعدني إن أنا آجي لك، وكل ما أنا أحاول إن أنا أقرّب منّه أكتر هو يشدّني أكتر. بس أوكي. فلو هو واقف في الحرام مش دي الpoint يعني، الpoint إن هو أنا فاهمة، أكيد معايا في هيبقى كل معايا وقت. أكتر أنت قصدك اللي طول ما هو أنا معايا حتى في الحرام، بس بالضبط. هو قابلني بس مش قابل اللي أنا هو بس باعمله، أيوه. بس برضه أنا مش عايز أقول 100% كلمة إن هو معايا بمعنى كلمة معايا، لأن هو قدوس، فهو طبعًا. صعب أوي إن أنا أقول إن هو بس هو شايف ده، هو عارف ده، وعارف ضعفي في ده. حاسس بيّا. وده مش مبرر ليّا، لكن ده نقطة قوة أبتدي منها إن أنا أطلع. وهارجع وأقول لا أنا أحسن واحد أتكلم في ده، ولا الحكاية سهلة إن هي دوسة زرار إن إحنا نعمل ده. الحكاية بتحتاج مجهود، إمم. وفي وقوع، بس كان في حد دايمًا يقول لي إنه لو الطريق لربنا زي كده القاهرة وإسكندرية، وأنت في الطريق عمّال بتُقف في كذا rest ومش عارف إيه، أيوه. لو ربنا ما أرادش إن أنت تكمّل حياتك قبل ما توصل إسكندرية، هو هيعتبرك وصلت، لمجرد إن أنت بتجاهد إنك توصل. بعكس أي حاجة تانية فيها check list، أنت لازم تعمل ده، عشان لو ما عملتش ده ما فيش. يعني ربنا بسيط. ربنا بسيط بس ما يستهانش بالعدل أيوه بتاعه. أكيد، أكيد. عشان هُم الاتنين بيمشوا مع بعض. أيوه أكيد. طبعًا. شكرًا يا مستر ماريو. ميرسي ليكم. أنا افتكرت حاجة برضه لمّا أنت بتقول لنا إحنا عندنا ممكن نرجع للأصل أو لطبيعتنا أو لقيادتنا، إن هي كنت باحضر session عادي كانت بتكلمنا عن إن إحنا إزاي نبقى leaders، اهم. فهي قالت إن قبل أي حاجة أنت لازم تبقى بتقود نفسك أنت. فهي حاجة حسيتها افتكرتها دلوقتي برضه ولورين بتتكلم، اللي هو أنا فعلًا حتى في الحاجة الروحية أنا مش يعني قبل ما ابتدي أصلًا أحكم على أي حد أو ده أصلًا مش هاوصل له. طب أنا بصيت على نفسي، بصيت أنا فعلًا في المكان ده باعمل الحاجة اللي أنا اتخلقت ليها. هي حتى قالت كده، هي كانت session عادية، كانت leaders عادي في الشغل. هي قالت لأ أنت
ترجع للحاجة اللي أنت مخلوق تعملها لمّا بتبُص على نَفْسك. ده حقيقي جدًا. طيب هاسأل سؤال، بس بما إنّك قُلت إن ما تبُصّش ليه على الطريق التاني، هل لو أنا بطّلت الحاجة الغلط اللي طعمها لذيذ، ده معناها نهاية المتعة؟ ده حلو ده جميل نتكلّم فيه. هل أو ده الحاجة اللي دايمًا اللي هو الحاجة الحرام دايمًا ألَذ. ممنوع مرغوب. آه. بعكس اللي بيتقال اليومين دول ننتظر لأن الحلال أفضل لا، ومش لا، عارف ده إيه. كذب. بس لأ، هو فعليًا إحنا بس ما جرّبناش ندوق حلاوة ربنا. دي حقيقة. فإحنا لمّا أي حاجة زي ما الكتاب بيقول كده للنفس الجائعة أي مُر حلو. فعلًا. الكتاب بيقول كده، بس لمّا بقى باشبع بربنا ولا العسل حتى افتكرت يفرق معايا. البنت، يعني هي لو كانت جعانة البنت اللي هي ما راحتش كانت بالنسبة لها دي فرصة ما تتعوّضش. مش ده بس المثل، ده مثل صغير، صغير في ناس جدًا. كتيرة جدًا بيعملوا ده، وبيتنازلوا عن حاجات كتيرة. في ناس ممكن تتنازل عن حاجات يعني منصب في شغل إداري مثلًا. إمم. في ناس أنا أعرفها ممكن يكونوا سابوا شغل بسبب بس أنا أعرف حد ساب شغل بسبب إن هو بس اتقال له بُص مشروع صغير هتفوّته بس. أنت ما لكش دعوة بيه، أنت مش مسؤول عنه، أنت بس هتفوّته من على المكتب بتاعك. يعني هو مش حاجة في تخصُّصه وحاجة ما لهاش علاقة بشغله وحاجة هو بس هيعدّيه من مكتبه، وهو ما رضاش. إمم. حاجات بسيطة جدًا بتعدّي من علينا، بس هو حدِّد إنه ده ما يتعملش. طب أنا عايزة أرجع حاجة عايزة أسمع فيها أكتر، اللي هو إحنا ما دُقناش ربنا، إمم. يعني ليه لأ وإيه ده حوار ده وإزاي؟ حوار ده حوار يعني حوار يحتاج حلقات. لأ مش بس قصدي، يعني بس هو قصدي الفكرة في إنه إزاي دي كل واحد ليه الطريقة بتاعته في إن هو يعيشها. طبعًا في طريقة أنا لمّا باقعد مع نفسي في الخلوة بتاعتي، وفي الطريقة الجميلة اللي بتقودني لده، إن هي الصلوات الجماعية والليتورجية في الكنيسة، لمّا أنا باتجمّع مع الناس اللي كلنا بنمثّل جسد المسيح، فالهموم بتاعتنا بتتلاقى، وإنه أنا تعبان وهو تعبان وغيري تعبان، وبنقعد نبتسم في وش بعض لمّا نقابل بعض، ونبقى لمّا ما نتكلمش فترة طويلة أوي مع بعض بالسنين، لمّا نقابل بعض ما نعملش نفسنا مش واخدين بالنا من بعض ونسلِّم على بعض. دي الحاجات اللي ممكن تتقال عليها حرام على فكرة. أيوه. بس لمّا حد ييجي لنا ونستقبله بابتسامة بدل ما نقعد إيه ده حد غريب فناخد جنب منه. الحاجات دي مجتمعات. لمّا بنعملها في الكنيسة ونبقى مقتنعين إن الكنيسة هي الحاجة اللي بتجمّع فعلًا المؤمنين اللي بيحاولوا يوصلوا لربنا، مش بس القديسين، لإن إحنا هنا كنيسة مُجاهدة. فأنا لازم أقتنع إن اللي أنت هتشوفهم في الكنيسة مش قديسين، دول مجاهدين. فلمّا نوصل للمرحلة دي، نبتدي نشوف بقى ربنا نبتدي نركّز على المسبح. ما هو ربنا واخدنا حتّة، حتّة كده، باب الكنيسة الأول وبعد كده الشعب، وبعد كده أنا نطلع baby سِنّة، في سِنّة إيدين يسوع. وهكذا. ف هي رحلة وكل واحد بياخدها بطريقته. يعني ما فيش طريقة معيّنة، ودي أحلى حاجة في ربنا، إنه أنت طريقتك إيه، أنا معاك. أنت عايزني راعي، أنا راعي. أنت عايزني طبيب، أنا طبيب. أنت عايزني أي حاجة، أنا ليك أي حاجة أنت عايزها. أنا ممكن أفتكر حاجة أول ما قُلت اللي هو دُقت ربنا، أكتر حاجة افتكرتها، يعني اللي هو أنا نِفْسي جدًا أدوقها قصة كانت لأبونا بشوي كامل، دي بالنسبة لي اللي هو الحُب والبذل اللي مش طبيعي. هي كانت بنته في الاعتراف وهي كانت رايحة في طريق غلط، هي يعني خلاص مش عايزة تسمعه خالص وركبت العربية وماشية، راح هو اتشعلق في الشكمان بتاع العربية واتسحل وراها وهو عنده الكانسر يا أصلًا. حياتي. علشان ما يسيبهاش تروح في الطريق ده، فحاسة اللي هو هي نزلت من العربية وقالت له: "أنا لو المسيح بيحبني الحب ده، أنا مستحيل يعني ليه أروح أصلًا في الطريق ده؟" حد داق المسيح أوي. بالضبط. و ودي فايدة بقى إن أنا أبُص على قديس، إن أنا باتعلّم إنه إيه ده بجد هي حلاوة المسيح هتخلّيني أبقى فاهم كده، أعرف أجيب نفوس بالطريقة دي، أعرف أفهّم الناس قد إيه الحلاوة بتاعة ربنا شكلها كده. ده صعب، ده صعب. وأنا بقى بس يعني حلو. من ضمن الحاجات اللي أنا باشوفها حرام، إن إحنا اتربينا على إن ده صعب. أفلام قديسين بتخلّينا دايمًا حاسين إنه إحنا بنبتدي من وإحنا أطفال نطلع أوكي. السما. وده مش حقيقي. في حاجة اسمها جهاد، في حاجة أيوه اسمها إن أنا كتير باقع أوي. وباقوم، وفي خطية، وفي ما فيش حد ما كانش بيقع في خطية. أنا عايش في حياة الفضيلة،
بس اكيد كان في وقت بتعب فيه بعمل حاجه غلط فيه، فده لازم يبان زي ده عشان يبان ان انا بني ادم طبيعي. ف قصه حاسة ومعاناه. أصلًا ربنا أغلب الناس اللي استخدمهم كانوا خُطاة في الأول، يعني مريم المجدلية لمّا طلع منها 7 دي شياطين. مأساة، دي مأساة، دي خدعة كبيرة أوي، لسه كنت باتكلم مع مأساة حد. إيه؟ مريم المجدلية دي يعني ممكن نتكلم عليها، ده إعلان تاني ممكن نتكلم في مفاهيم مغلوطة، بس مريم المجدلية من الناس اللي بيُقال عليها حاجات كتيرة جدًا إنها كانت مرأة خاطية ومش عارف إيه، بس دي كلها أقوال، لكن هي مش حقيقية خالص. الله! طبعًا في العقيدة في حاجات ما يعني أو في دلايل بتقول على حوار ال7 شياطين، إن إحنا في العقيدة اليهودية كانوا بيقولوا إن ما دام في شياطين يبقى كده في خطية وهكذا، كان حوار أوكي. كده. بس يعني المهم إنه في مفاهيم مغلوطة في الحتت دي. بس كمّلي طب ممكن أقول لك قصدي، مش يعني على مريم أنا ما اتوقعتش إن المجدلية ندخل كده يعني. قطعتِك معلش. بطرس sorry. ماشي. وبولس اللي كان شاول، فحاسة إن هو استخدم فعلًا كل الناس الخُطاة في إن هو مثلًا بعد كده بقوا ناس تانية، حتى الآية بتاعته لم آتي لأدعي أبرار بل خُطاة يعني، فحاسة إن هو طبيب وراعي فعلًا يعني. ومش بس الخطاة، إحنا دايمًا بنركّز على الخطاة، هو كمان إمم. كان عنده صبر مع الناس اللي مش بيفهموا، مع الناس اللي واخدينها بالدراع. يعني ده مثلًا بطرس كان كل شوية أنا الأول، أنا باصطاد، أنا مش عارف إيه، كل شوية يروح يصطاد، كل شوية إمم. أنا عايزك تصطاد ناس. لأ شوية سمك. قال لي ماشي أوكي، ما السمك ده هاجيبه لك ويبقى مستوي كمان مش دي مشكلتي، بس تعالَ ماشي هاصطادهم، بس هاصطادهم بالصيف، بس أنا معاك لحد السجن، أنا معاك لحد فين وفين لمّا فضل صابر عليه كل ده، وفي الآخر خالص ارعى خرافي، أيوه باحبك يعني وفضل مدة قد إيه عقبال ما نوصل لده. أنا هارجع وأقول حوار إن أنا أقرّب من ربنا ده لو أنا باخد خطوة هو بياخد 200,000 خطوة، بس الحاجة الأساسية ما يبقاش تركيزي على الحلال والحرام. كل مرّة أنا باسأل فيها ده حلال والّا حرام، أركّز في إنه ما دام أنا سألت على الحاجة دي، في يبقى أنا حاجة عايزها. غلط معايا، إمم. أوكي. في حاجة غلط معايا. هل أنا عايزها؟ طب لو أنا عايزها أنا محتاجها؟ طب هتفرق معايا؟ هتزوّد منّي حاجة، هتقلل منّي حاجة؟ الأسئلة دي لازم أنا أسألها لنفسي. قد بعد ما أسألها لنفسي عشان أوريكم بقى الجانب الوِحِش، ألاقي نفسي مش عايزها خالص، بس برضه عملت ده عشان أنا باغلط، إمم. فطبيعي إن أنا الطبيعة أغلط. البشرية. أوكي، لمّا يحصل حاجة زي كده it's okay تمام، بس ما تفضلش كده بقى، يالّا نحاول. وده أنا باعمله لإن أنا باغلط عشان الحوار كلنا. بيبان إن إحنا قديسين أوي، يبقى مش ده حقيقي. أنا عايش في حياة أنا عمّال بقى كنت طول الوقت بافكّر هتطلع تتكلم عن حلال وحرام أنت متأكد يا ابني؟ كلام كده أهوّة يعني، بس ما علينا بس ليه يا هتعدي إن شاء مستر الله. ماريو أنت قُلت بنبان قديسين؟ إحنا مش ممكن يعني أنا مثلًا حاجة لسه معايا قريب لو فاكرة، كان مستر إحنا عندنا في بيقول الزفت. لنا لأ، بيقول لنا إحنا نِفْسنا دلوقتي نشوف قديسين بياكلوا بيتزا عادي وin blue jeans آه. والحاجات أيوه، دي إيه اللي هي المشكلة؟ زي ليه أنا دايمًا حاطط ربنا في إطار أو حاطط إن أنا دايمًا لمّا هابقى مع ربنا مش هابقى مبسوط؟ هل ربنا هيمنعني إن أنا أحضر فرح؟ هو حِضر عُرس قانا الجليل كان بيعمل إيه؟ إمم. أنا مش مقتنع بإن ربنا ممكن يبقى قاعد على كرسي وقاعد عامل كده أهو، والناس قاعدة عادي. آه. لا، أنا حاسة. أكيد كان أنا ما أعرفش كان بيعمل إيه، ومش لازم أفترض هو كان بيعمل إيه، مش دي مشكلتي. ماشي. بس مشكلتي إن هو كان إنسان طبيعي، أيوه. مشكلتي إن هو عاش ده وعايزنا نتبسط. هو مش معنى إن أنا باعمل الحاجة الكويسة إن أنا ما اتبسطش، ده مش الغرض. أصلًا ربنا خالقنا عشان نتبسط. بالضبط. إمم. هو ربنا لمّا حَط آدم في الجنة، هو قال له اثمر وعيش حياتك واتبسط، وما كانش الغرض العبادة، ده يعني مش هو ده الغرض. أنا باعبد ربنا عشان هو قدوس ويستحق ده، أنا باسبّح ربنا وبامجّده عشان هو يستحق التمجيد ده، وأنا كمان محتاجة ده. وأنا محتاج ده. لكن بيثبت جوايا. لكن لكن فعليًا هو مش هيزيد حاجة، هو أيوه. قيمته فيه، زي ما هو ادّاني قيمتي فيّا، مش محتاج أعمل حاجة عشان أوكي. يزوّد من قيمتي أو يقلل من قيمتي. لمّا أنت قُلت إن هو عايزني أتبسط، افتكرت حاجة لمّا كنا برضه سمعنا سوا اللي هو الله صارخ في الطبيعة، آه. وقالوا لنا يعني في مرة حد كان سمع ان هو الشيطان كان بيوبخ شيطان تاني ويقول له انت ازاي سبته يشرب قهوة ويتمشى في الطبيعة، انت مش عارف ان هو كده ممكن ربنا يلهمه او ان هو يبقى مسترخي وما عندوش هموم وكده. فاللي هو حسيت لا احنا عامةً عادي أنا نتبسط. باشوف ربنا في الطبيعة فعلًا. هو المزامير إن إحنا يعني أيوه لو زي قريناه في البابا. المزامير إحنا من هنا للسنة الجاية
بنتكلم عن قد إيه الطبيعة، السماوات كل حاجة ومش بس المزامير، إحنا المزامير خدنا منها بعد كده في التماجيد وفي التسبيحة، نقعد نتكلم من هنا للسنة الجاية على قد إيه كل حاجة بتشهد لربنا. وبالأول المفروض إنه لو الجماد ده كله بيشهد لربنا، أنا كإنسان دي حاجة أنا لسه مفكر فيها دلوقتي، إنه قد إيه إحنا محظوظين بإن إحنا عندنا عقل وعندنا بُق نقدر نمجد بيه ربنا. وعين تشوف التحفة دي يعني، بس كده. لأ أنا صعبانة أوي إن إحنا كنا محشورين في زي ما قُلنا اللي هو في ال5 حاجات أو الحاجات اللي هو حرام أو حلال، وإن هو طب ما نبُص على بقية الحاجات طيب. أو أشوف أنا مقدسة إزاي يعني. شكرًا يا مس ماريو، تعبنا أوي بجد، ولا أي حاجة خالص، ميرسي و1 زائد 1 ليكم، مش ميرسي بيساوي ليكم 2 جدًا، جدًا، لا خلاص. 1 زائد 1 أكيد مش بيساوي مش 2. عايز فعلًا، تقول فعلًا لنا حاجة ماث تانية يا جدًا. مستر مروة؟ مش مش عايز تقول بس لنا حاجة تانية أنت جايبها النهارده؟ لأ ميرسي جدًا، جدًا، بس خلاص لأ. بما إنكم وصلتوا معانا لحد هنا، فأنا مبسوطة جدًا، وأكيد قعدتوا تشاركوا معانا الحاجات اللي إحنا بنقعد نفكر فيها كتير، والأفكار المعقدة اللي بتبقى في دماغنا يعني. عايزين نعرف رأيكم في الموضوع ده، ولو عندكم مواضيع تانية، ولو أنتم حاسين نفسكم مكاننا.